السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أكلتنا يا جماعة أكلة الزمن الجميل، سهلة ببساطة زي أجدادنا كده وجداتنا زمان. هنعمل فرخة كده بلدي حلوة كده، نسلقها ونحمرها مع شوية ملوخية بس وشوية رز بشعرية كده، أكلة سريعة. سخنت مية كويس وغسلت الفرخة بتاعتي، ليمون، خل، معلقة من الطحينة، شوية دقيق، غسلتهم كويس ونقعتها حلو. حطيتها في المية اللي بتغلي بقى، بعد تكون المية بتغلي جدا، ومعاها بصلاية وطماطمية وحبهان، ولو عندك ورق لورا ماشي، وفلفل اسمر وملح. بس كده. انا بحط الملح مع الفراخ البلدي او الفراخ بصفه عامه من الاول، بتكون طعم لحمتها حادقه او حلوه كده. انما لو بط او رومي او كلام من الكلام ده، تستنى على الملح في الاخر لما تستوي. غطيت عليها بس وقربت الغطا شويه كده، قبل ما تغلي اشيل اي ريم يطلع منها. تمام، عشان تبقى الشوربه بتاعتي رايقه كده ولونها ذهبي كده وحلو. شيلي اي ريم بالراحه كده بالمعلقه من على الوش كده. لما تظبطيها خالص كده ما يكونش فيها ريم، سيبها بقى براحتها تاخد غلوتين، بعد كده وطي النار بقى. شوفي ظبطتها اهي، الشوربه بقت زي الذهب وجميله خالص اهي. تبدأي بقى تهدي النار عليها وتستوي براحتها. عندي هنا بعد ما الفرخة استوت كويس، طفيت عليها وخدت منها شوية شوربة، وكان عندي ملوخية من اللي هي ناشفة. اعملها بطريقتي هتعجبك قوي. حطيت شوربة وقلبت عليها الملوخية بسرعة، بقيت اقلب على طول ايدي فيها، والنار هادية جدا عشان الشوربة بتاعتي كانت سخنة. كنت عندي دقة في الصين 3 توم كده، يعني 3 4 فصوص توم. تمام. تجهزوهم على النار، تحط حتة سمنة، شوية زيت زي ما انت عايزة في الطاسة بتاعتك، المادة الدهنية اللي تحبيها يعني. بس انا بحبها شويه زيت على شويه على حته سمنه، الاتنين. او حته سمنه برضو بتبقى جميله، ويا ريت لو سمنه بلدي. وحطيت معايا فصين التوم ضربهم بس بشويه ملح كده، يعني صغيرين خالص، عشان التومه تبقى ناعمه. على الطاسه على النار بقى. تمام. بس الملوخيه بتاعتك ايدك فيها عشان ما تقلبش. بعد ما اقوم حاطه شويه شطه كده صغيره، وشويه فلفل اسمر وشويه كمون. تمام، يخلوا الطعم كده جميل. كل واحد يا جماعه له طريقته في طبيخ الملوخيه بالذات، يعني او في عمل الملوخيه، بس انا بحبها شوربه بس وبهارات والملوخيه. وتقلبي كده باستمرار، عشان لو قلبت لونها هيسود، ما تخليهاش تغلي معاك عشان لونها ما يسودش وما تسقطش منك. اقلب التومه بتاعتي في السمنه كده، او في الزيت، بحيث انها يصفر شويه تبقى لونها ذهبي. تمام. واظبط كده معايا الايه، سمك الملوخيه بتاعتي، عشان احنا هناكلها برز. لو هتاكليها بعيش تخنيها براحتك، لو هتاكليها برز خليها خفيفه شويه. قلبي على طول لحد ما التوم بتاعتك كده تبقى لونها اصفر او ذهبي كده. تنزلي بالطشه بتاعتها على طول على الملوخيه. الحركه بتاعت الملوخيه اللي دوختنا خالص، بس يلا سامحونا بقى. قلبي بقى كويس، ايوه كده، في الملوخيه بحيث ان هي تستوي. طبعا الملوخيه يا جماعه مجرد ما بتعمليها ما بتغطاش، تسيبها شويه كده ونغطيها لما تبرد. تمام. حطيت التوم اهو، طشيته. تمام. هاخده تلويحه وارجعها في الطاسه تاني، وارجع احطه في الحله بقى واركنها على جنب، وخلاص كده شكرا. نطفي عليها بقى وقت التقديم، بس ندفيها على النار شويه وخلاص. انا خلاص كده 10/10 اهو، اطفي بقى عليه وخلاص. ما تغطيش الحله بقى عشان لونها ما يسودش او تسقط منك. هبدا اعمل عندي الرز بشعريه كده، غسله الرز بتاعي ومجهزه شويه شعريه. طبعا مقدار الشعريه والرز بيرجع لك، انت بتحبي الشعريه في الرز كتري شويه، ما تحبهاش ما تزوديش. هحط عندي كده معلقتين زيت وقبلهم معلقه سمنه. تمام. حابه تعمليه بزيت خالص تمام، حابه تعمليه بسمنه مفيش مشكله، بزبده عادي ما يقولش حاجه. وانت بتحمري الشعريه بقى ايدك فيها على طول، عشان ما تحمرش من اللون، ومن ناحيه من ناحيه لا. تقليب مستمر عشان كلها تبقى نفس اللون، لان لما بتتغمق منك بتعمل مراره كده لطعم الرز. تكوني بقى في التوقيت ده برضو غاسله الرز بتاعك، الرز المصري بتاعنا الجميل ده، ومصفيه من الميه. اللون ده كده ممتاز. انزل بقى بالرز بتاعي المغسول ومتصفي. بيكون مقدار الرز يا جماعه يعني مضاعف لمقدار الشعريه، مضاعف مرتين او مرتين ونص كمان. انزل بقى بمقدار الميه بتاعي المناسب اللي الرز بتاعي بيحتاجه. كل رز له مقدار ميه معين كده. احط شويه الملح بتاعي بقى. تنزلي بالميه سخنه، تنزلي بميه ساقعه عادي مفيش مشكله، من الحنفيه يعني. طيب الميه السخنه لو انت مستعجله وعايزه الرز بتاعك يطلع على طول، سخني له ميه. تمام. عندك برضو شوربه لحمه، شوربه فراخ، اعمليه بيها عادي، بس انا بحبه بالميه العاديه. خلاص الرز بتاعي شرب ميته بقى، وسبته يتردد اهواني 10 دقايق كده، وطيت النار خالص عليه بعد ما شرب الميه بتاعته كده، استوى جميل اهو. هبدا احمر الفرخه بتاعتي بقى كده. تحمري في زبده، تحمري في سمنه، في زيت، زي ما انت عايزه.
دهنتها بس الفرخة كده طماطم خفيف وحمرتها، وعملت بقى طبق سلطة كده معايا على السريع كده. ده أكل زمان يا جماعة، مفيش فيه افتكاسات خالص. رز بشعرية وفراخ بلدي متحمرة وسلطة وملوخية. تعملي بقى معاها أي خضار، مش حابة الملوخية اعملي بطاطس، اعملي بسلة، اعملي لوبيا، فاصوليا، اللي انت عايزاه. كده السفرة بتاعتنا. واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو بتاعي متنسوناش في تعليقاتكم الجميلة واللايكات بتاعتكم الحلوة والتعليقات والمشاركات. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة.